في ظل تباطؤ النادي الأهلي في الصفقة ورفض دفع الشرط الجزائي في عقده، نادي بيراميدز يدخل على صفقة عودة الفخوري. تعرف على ما يحدث. الصفقة لو تمت هتكون صفعة من إدارة النادي السماوي على وجه كل واحد شغال في إدارة الكرة في النادي الأهلي. صفقة عودة الفخوري، قلت لحضراتكم من ساعات ان بالفعل نادي بيراميدز كان عاوز يجيبه، ولكن انسحب من الصفقة بناء على رغبة اللاعب بالانتقال الاهلي. ولكن اتضح بعد كده ان لا، ده النادي السماوي مكمل وبكل قوة في الصفقة لضم وتعويض رحيل ابراهيم عادل. طب النادي السماوي دلوقتي بيغري عودة الفخوري بايه؟ بيغري بحاجتين. اول حاجة ان احنا مش زي الاهلي، لا احنا عادي هندفع لك قيمة الشرط الجزائي في عقدك وهنخلصك من نادي الحسين دون بقى مفاوضات طويلة تقعد لها يوم واثنين وثلاثة وبطء في الحسم زي الأهلي. والحاجة التانية هي هيدفعوا له راتب أعلى من اللي النادي الأهلي عرضه عليه. فبالتالي النادي السماوي يتحرك بكل قوة لخطف عودة الفخوري من النادي الأهلي.